ترانا كذبنا على أبنائنا كذبة كبيرة. قلنا لهم ادرس للمستقبل ولا تخدمني، أهم شيء تنجح. خطأ. ادرس وذاكر ولا أبيحك من خدمتي، لا أبيحك من خدمتي. أحيانا نترك أبنائنا إلى أن يصلون 18، ادرس ادرس ادرس، فبعد 18 ربينا فيهم الأنانية. فلما قلنا له قم ابحث اعمل، الدراسة يا أهم شيء تحط له مدرسين خصوصيين وتصور مذكرات صحيح، وأنه يبتعث ولا يدرس. أنا لا أقول لا يدرس، فليدرس وليتميز، لكن إذا تقاطعت دراسته مع خدمة أمه وأبيه قدم خدمة أبيك وأمك. دعوة منهم يمكن تحفظ لك باقي حياتك وبعد مماتك، دعوة منهم يمكن تحفظ لك باقي حياتك وبعد مماتك. ولذلك أحبابي لا تجعل ابنك فارغا في الإجازات. من قال أن في حياة الإنسان إجازة؟ ما في إجازة. لماذا بعض أبنائنا انحرافه يكون متى؟ يكون انحرافه في الصيف 3 أشهر نوم في النهار وسهر في الليل، هنا يخلو بالمحرم. لا ترحم ابنك في زمن الشباب من النصب، خله يتعب، وخل الليالي والنهار يخرجه مخشوشنا. يقول عمر رضي الله عنه اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم. محزن أن يجلس شاب أمام المرآة أكثر من أخته، ومحزن أن تجل تسريحة شاب وعليها الكريمات أكثر من كريمات التنعيم لأخته، ومحزن أن ترى عطور شاب كلها بناتي ونسائي. محزن والله، محزن والله، محزن والله. اجعله ينصب. أنا وأنت في بداية شبابنا وصغرنا كان لصناعة ذاك الأب كان يحبنا، لكن كان يدفعنا في دروب الحياة لننصب، لأن من تعب في أول الأمر يرتاح آخره. وكما قال العلماء والعقلاء النعيم لا يدرك بالنعيم.